عدنا لصفحاتنا. معانا كلام مهم هنقوله في موضوع الجمعيه العموميه غير العاديه لنقابه الصحفيين. المفروض انه في دعوه تاني لان الجمعيه العموميه تنعقد يوم 28 فبراير 2011، يوم الاثنين 28 فبراير 2011 حسب ما قالت لي زميلتي العزيزه الاستاذ عبير سعد عضو مجلس نقابه الصحفيين اللي مشرفانا، ومعاها زميلنا العزيز الاستاذ وليد الشيخ مراسل المصري اليوم في المانيا، وبيعمل ايضا في نفس الوقت في بعض مراسل لقنوات تلفزيونيه متقدمه جدا برضو في المانيا. لكن احنا هناخده من صيغه المصري اليوم ونشوف تاثير الثوره دي على المانيا لما كان هناك. ارحب الاول زميلتنا الاستاذ عبير سعدي والاستاذ وليد الشيخ. وموضوع الجمعيه العموميه كده خلاص هتبقى دعوه ان شاء الله يوم 28 باذن الله. انا عايزه بس اقول حاجه، طبعا ان في البدايه دي كانت رغبه جموع الجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين قبل انتهاء الثوره يوم 11. جالنا طلبات كمجلس نقابه اكثر من 30 عضو، 300 عضو وقعوا على طلب بعقد جمعيه عموميه طارئه، ودي منصوص عليها في قانون النقابه اللي احنا بنعمل فيه. وهذه الجمعيه تبناها مجلس النقابه بالفعل يوم الخميس، وكان هدفها تحديد موقف النقابة من ثورة 25 يناير، وكان معاها كمان إصدار بيان للتأديد أصدره مجلس نقابة الصحفيين. احنا كان غرضنا ان احنا نعملها يوم الخميس عشان ناخد وقت. تمام. بس حماسة بعض الزملاء أعضاء في مجلس النقابة يعني قلنا الاثنين، يعني رغم ان ده كان موعد قريب جدا. ده اجتماع الجمعيه العموميه لوضع تصور كيف تتعامل النقابه مع تداعيات ثوره 25 يناير. بالظبط، مش كده، مع نتائج ثوره 25 اللي هي الوضع. يعني كان في البدايه بنتكلم على التأييد وموقفنا وازاي ده هينعكس. النقابه أيدت تماما طبعا من البدايه، مجلس يعني النقابه أيد كله. انا حابه كمان اقول حاجه مهمه. خلينا نرجع خطوه قبل الجمعيه العموميه بعد اذنك استاذ جابر. من البدايه نقابه الصحفيين لها موقف وطني كبير، يعني عبر عنه الزملاء، ويعني وتبلور يمكن في شكل سلم نقابة الصحفيين اللي يعني كان طبعا عليه زملاء كثيرين، وطبعا بنخص هنا بالذكر الأستاذ محمد عبد القدوس بدوره الكبير جدا، وانه قد ايه مؤمن يعني كان ان هذه المطالب في يومها يجد ليها تبني. وكان حتى المؤتمر الرابع للصحفيين تبنى مطالب كتير. هذه المطالب لم تنفصل يوما ما عن المطالب الوطنية. تمام. ومن أول يوم 25 يناير كانت يعني بالمقابل مع التظاهرات اللي كانت بتعم في أرجاء كتيرة من مصر، وتم تحديد مواعيدها ما بين الشباب. كان في شباب وكبار أيضا نقابة الصحفيين على سلم النقابة، وكما تعرض يعني شباب مصر وأبناء مصر وبنات مصر لاعتداءات كبيرة واعتقالات، تعرض عدد كبير كمان من الزملاء لهذه الاعتقالات. كان بقى في معسكر السلام والمعسكرات الأخرى، وامتد الاعتقال لعدة أيام. معسكر السلام كان في التحرير؟ لا، معسكر السلام ده كان خارج القاهره، في معسكر الجبل الاحمر. كنتوا عاملين كم لا، دي المعسكرات اللي كانوا بيتم اعتقالهم فيها، يعني كان بيتم القبض على الزملاء، ويمكن حتى ويودوهم المعسكرات دي بالظبط. يعني حتى اصل في حاجه اسمها السلام كانت في التحرير برضو ايام الانتفاضه، وقت الانتفاضه بالظبط. لكن دي بقى كانت معسكرات الامن المركزي وغيرها. فالزملاء الصحفيين ما كانوش منفصلين عن ده، مع طبعا تفجر الموضوع بجمعه. طب خرجوا كلهم دلوقتي؟ الحمد لله، يعني كل الصحفيين يعني في معلومات الصحفيين المصريين كلهم خرجوا، بس اعتقلوا بعد كده كذا مره. يوم الجمعه طبعا ده كان يوم حاسم بالنسبه لجميع المصريين. اللي فات جمعه الغضب، جمعه الغضب 28 وتم فيه اعتداء كبير زي على كافه فئات الشعب المصري على الصحفيين، وانتهى الموضوع في النهايه بتدخل الجيش عشان ينقذ الاوضاع والانسحاب المريب لقوات الامن، اللي باذن الله اكيد هنعرف يعني نحاكم المسؤول عنه كشعب مصري. ابتداء من السبت ده موضوع الجمال والحصينه والحمير، موقعة الجمل معروف عالميا، يعني صيادونا جامد يعني. المهم ان من يوم السبت قررنا ان احنا بقى نتحرك من نقابه الصحفيين. احنا كنا موجودين، بس ان احنا نتحرك نقابه الصحفيين نفسها، ان احنا نعمل مركز صحفي جوه ميدان التحرير. تمام.
الاول خالص كان عند كنتاكي، بس الحمد لله ان احنا غيرنا المكان يا جابر. يعني كنتاكي بقت صعب جدا اتغديتوا بعد كم مرة كده. هناك؟ الفرع مقفول صدقني يعني. فاتحركنا عند اول شارع طلعت حرب، ودي كانت مبادره من اعضاء في ما هو الجمعيه الراجل عمل العمومية. اعلان، يعني كنتاكي عملت اعلان، قالت بس انا لا بوزع ولا بعمل ولا بتاع. والله بس يعني افضل وجبه في مصر دلوقتي اكثر وجبه شهره. فالمهم الناس ابتدت، كان واجب المركز الصحفي ده، لان انا عارفه ان في انتقاد وجه من استاذ مكرم محمد احمد لهذا المركز، وانا بقول والله احنا ما انفصلناش عن دورنا كنقابه الصحفيين يا استاذ مكرم، احنا عملنا الدور اللي بنعتقد فيه. هو ده كان مركز النقابه اللي عاملاه ولا الصحفيين اللي عاملينه؟ تفرق. مبادرة من أعضاء جمعية عمومية لنقابة الصحفيين المصريين. هذه الجمعية العمومية اللي هي أعلى سلطة تمام. في نقابة الصحفيين، أعلى من مجلس ومن النقيب. تمام. كان مين اللي متولي المركز؟ كان مجموعة من الزملاء، منهم أستاذ محمد منير، منهم أستاذ حسين عبد الغني. أنا يعني خايفة أن أنا ما أغفل أحد الزملاء، لكن هم كانوا قاموا بدور كبير جدا. وبقى معروف أن المكان ده موجود في أول شارع طلعت حرب، ناصية طلعت حرب على التحرير، ده عدد من الصحفيين. طيب كان دورنا إيه؟ أولا مساعدة الصحفيين المصريين نفسهم، ان احنا نحاول ان احنا نساعدهم في مناخ قررت الدولة انها تقطع علينا مية ونور، قطعوا عننا الاتصالات تماما. طب على كل المصريين يعني بشكل كبير، وده الانترنت بس بالمناسبه يعني الذكاء الزياده بتاعهم ده يعني التليفونات والحاجات ان بعد الناس كانت بتناضل عن فيسبوك، بقيه الناس نزلت يعني عرفوا ان الموضوع جدي. فكان مهم قوي هذا المناخ ان ما يبقاش فيه شائعات، وخاصه يوم 29 ده كان شاهد كمان معركه وزاره الداخليه، لما كان بيجي بعض المخبرين اللي لابسين ملابس مدنيه ويحاولوا يقولوا للشباب في معركه، فيروحوا الشباب، وكان ساعتها الاصابات كلها في الراس وفي القلب. وانا شفت الحالات دي وزمايلي شافوها برصاص. قناصه وزاره الداخليه كان الفكره استدراجهم، فكان اهم زملاء حاجه صحفيين كل الناس يوميها دول ماتوا. أصيب زميلنا أحمد محمد محمود، كان في شرفة مكتبه في شارع القصر العيني عندما أصيب برصاصة من ضابط نقيب شرطة نشن عليه وضرب في عينه. وأنا ما أعتقدش الكلام ده مفاجأة بالنسبة للمصريين، لأن ده حدث في أماكن. طب نقيب الشرطة ده عارفينه؟ إن نقيب الشرطة ده عارفينه؟ احنا دلوقتي من ده ما تقولش ده بس، ده احنا عندنا كمان زملاء تانيين. عندنا زميلنا احمد سعداوي دلوقتي عنده اصابه من الجمهوريه واصابه شديده في عينه. يعني انا مش عايزه اقول حالته الصحيه عشان هو حتى وده كان في الميدان. كان في الميدان، كان في خلال المظاهرات مع المظاهرات. يعني زميلنا المرحوم احمد محمود الله يرحمه كان في شارع القصر العيني في شرفه مكتبه. كان بيتابع الاحداث، فضرب في عينه في العين اليمنى. وبالمناسبه الضرب في العين ده مش شيء جديد. زميلنا عمرو نبيل من وكاله اسوشيتد بريس ضرب في عينه اليمنى في انتخابات 2005. فاسلوب الداخليه يعني اسلوب معروف، واكتر من زميل خسران عينه دلوقتي واحنا مش عارفين يعني فكره العينين دي فكرتها ايه. المهم احنا كنا بنرد على الشائعات، لان في مناخ زي ده كانت الشائعات اول مره نمارس دورنا كصحفيين لاعلام الشعب للشعب، اعلام بشكل مباشر. كنا بنرد على اي شائعه، كان في اذاعه للميدان كنا بنستخدمها ان احنا بنرد يا جماعه ما تروحوش الناحيه دي، خاصه ان الجيش حذرنا اكتر من مره، ووجدنا كرنيهات الشرطه مع هؤلاء المحرضين اللي هم كانوا مخبرين او ضباط سابقين. انتوا قدمتوا بلاغ بالحاجات دي كلها مش كده؟ والله قدمنا بلاغ، لكن احنا لسه في مرحله الحصر، وفي لجنه برضو مشكله. حصر المصابين، حصر الشهداء والمصابين. قالوا ان هم بشكل عام 365 النهارده، وزير الصحه قايل. والله انا اتصور الاعداد اكبر، لان جثث الشهداء لا زالت موجوده. لم يتم الحصر الكامل لحد دلوقتي، لكن اللي استشهد بالفعل احنا نعرف استاذ احمد محمد محمود، لكن لسه في جثث اخرى ولسه ما نعرفش، يعني لسه ما نعرفش. لكن نعرف جيدا ان كانت هناك حمله، وانا الكلام ده على مسؤوليتي، حمله منظمه استهدفت الصحفيين المصريين خلال هذه الثوره. الاصابات كثيره، يعني انا حمله منظمه من وزاره الداخليه. وليه منظمه؟ ليه منظمه يا جابر؟ لانه كانوا بيروحوا تحت بيوت الصحفيين. هذه المعلومات لا تتوفر الا لبعض الاجهزه الامنيه في الدوله التي اثرت على الاعلام لفتره طويله. تحت بيوت الصحفيين بالظبط، يعني من مش بيوت في الميدان. الصحفيين، من يعني بيوت مش في الميدان. الثوره المصريه لم تكن فقط ميدان التحرير، ده اللي لازم نؤكد عليه للشعب المصري. لا انا دلوقتي انا في الميدان، وهم عايزين يصطادوني ما عرفوش، فانا روحت بيتي، بيتعقبني لحد بيتي طبعا. وكانت التعقب يعني كان في يوم يوم المساله دي الستاف بتاع الدستور كانوا مش عارفين يتكلموا مع مين، لان كذا واحد تم الاعتداء عليه، بالاضافه للحمله التحريضيه القويه التي قام بها التلفزيون الحكومي تحت رئاسه التلفزيون الحكومي اللي المفروض ما يكونش حكومه، المفروض يكون ملك للشعب، تحت رئاسه الوزير انس الفقي، اللي لابد ان هو فعلا يحاكم على ما فعله، لانه حرض ضد فكره الصحافه. اي شخص بيصور
مع ان الشعب دلوقتي كله ما شاء الله معاه موبايلات، لكن كل زملائنا الكاميرات اللي تحطمت، الجروح التي شجت، كل قطره دماء طب مال سالت الاعلام بده بقى؟ عشان ده الشاهد، هذا هو الشاهد لا، الذي يطالب الجميع. مال وزير الاعلام بده؟ لان هو كان بيتكلم على اي شخص حتى ملامحه اجنبيه او شخص بيصور، والكلام ده كان في الاعلام الحكومي، كان طول الوقت بيتكلم. انا هقول لحضرتك حاجه، من قبل تنحي الرئيس بيومين، يعني ده على سبيل المثال للحصر، انا وجدت ناس في معروف، في منطقه معروف، انا بخش من الناحيه دي احيانا وبخش من شارع شامبليون، وجدتهم ماسكين صحفي اجنبي وبيضربوه وبيصرخوا وبيقولوا جاسوس، والناس واقفه بتتفرج ومتعاطفه مع الموضوع، لان طبعا ده جاسوس بيتضرب يعني. انا دخلت لان انا شفت الصحفي ده اكتر من مره في ميدان التحرير، قلت لهم يا جماعه انا اعرفه، ودخلت فكان نصيبي ضربه بعصايه قويه يعني لحد دلوقتي معلمه. ليه؟ لان في تحريض قوي، الصحفيين الفنلنديين خلال الحدث المهم ابتدوا ان هم يغادروا، لكن للاسف برضو الذكاء الزياده ده سبب ان بعض القنوات اللي كانت زي CNN بتكتب كايوس ان ايجيبت شغب في مصر، ابتدت تهتم بالحدث اكتر وتشعر ان يعني ان هناك حدث ما يتم تغطيته. فاحنا حاولنا ان احنا نعمل دور، عملنا خطوط ساخنه، بس يعني طول الوقت ما كانش فيه يعني سند قوي من نقابه، وما كانش فيه جهه من الدوله نستطيع ان احنا نتكلم فيها. يعني الدوله الكرتونيه انهارت، اصبحنا لا نستطيع ان احنا نجد حد نتوجه اليه. انا قضيت 4 ليالي متواصله في ميدان التحرير، كنت بستريح ساعه في مكتب في النقابه، وان احنا نعود مره ثانيه مع زملائي لغايه ما مشيت صباح اليوم الخامس قبل موقعة الجمل بقليل لما انتشر البلطجيه حوالين الشوارع. احنا شفنا الموضوع ده رؤى عين، وكنا حتى بنكلم المتظاهرين ارجوكوا ارجوكوا زملائنا في الصحف القوميه تعاملوا معاهم، لان في النهايه دي سياسه تحريريه لبعض الصحف، ما ينفعش ان احنا نحمل الصحفي اكتر يعني اكتر من ده. فيعني الاوضاع كانت متشابكه، كان في استهداف قوي جدا للصحفيين، كان هناك حمله بروباجندا دعايه قويه تجعل جوبلز يتقلب في قبره، يعني فعلا اكيد هيغير من وزير الاعلامنا انس الفقي، لان هذه الحمله الدعايه لم يشهدها اي شخص منا في حياته، وما اعتقدش ان احنا حد مره ثانيه ممكن يكرر هذه الاخطاء المهنيه الفادحه. استاذي، أنا يمكن بتفق مع الأستاذ عبير، بس عايز أضيف الحملة اللي كانت ضد الصحفيين الأجانب. أنا كنت مع عديد من الصحفيين الأجانب، مراسل نيويورك تايمز، مراسل نيوزويك، مراسل برلين سايتونج الألمانية، ووصل الأمر بيهم إنه جات له اتصال من السفارة الألمانية إنه يوم موقعة الجمل فورا غادر المكان، اطلع على الأوتيل بتاعك وغادر، سيب المكان، لدرجة إنه بدأ يعتمد على المعلومات مني انا من داخل الميدان، وجات لهم الاوامر الصريحه كله يغادر المنطقه، لانه اي صحفي اجنبي هيتقبض عليه، هيتشاف مش بس في ميدان التحرير، في منطقه ميدان التحرير هيتقبض عليه. البلطجيه بعتوه لهم مش بس عند رمسيس هيلتون او المناطق المحيطه بالتحرير، حتى في ماريوت، يعني وصلوا للزمالك، يعني استنوهم لدرجه ان هو بقى خايف يطلع من الاوتيل، طلع على المطار بحراسه، وانا شفت بنفسي حراسه امنيه المانيه كانت. المراسلين طلعوا على المطار؟ المراسلين طلعوا في حراسه المانيه، انا شفت وفد الماني، انا ما اعرفش كان ساعتها حراسه ايه، وهم داخلين ماريوت، فالموظف بيقول لهم الاسلحه بتاعتهم، يعني فتش الاسلحه بتاعتهم، ففي كان تهديد واضح تماما للصحافه الاعلاميه. الهدف طبعا كان واضح، انه هم عايزين، كانوا ساعتها في الوقت ده عايزين يحاصروا ميدان التحرير، يعزلوه عن مصر كلها ويمشوا كل حاجه، والاعلام الاجنبي يمشي، بحيث ان هو الناس هتزهق بعد يوم او 2 أو 3. لكن الرد الفعل العالمي كان سيء جدا على اللي حصل، رغم زي ما عبير بتقول انه في البدايه كان الاعلام الالماني والاوروبي بيشوف ايه ده بالظبط، احتجاجات بسيطه، لكن بعد اللي حصل وخاصه موقعة الجمل الشهيره، الاعلام الالماني والاوروبي انقلب تماما، وساعتها ده عكس أزمة في السياسة الألمانية. بدأوا المعارضين الألمان يقولوا إن الهدف اللي احنا كنا بنخوف الناس منه وبنخوف العالم، إنه الصديق اللي بينفذ مصالحنا حتى لو كان فاسد أفضل من تيار إسلامي، ثبت إنه ده كلام غير صحيح تماما، وإن الديمقراطية هي الوعاء الأساسي اللي ممكن يحمي العلاقات الغربية. المشكلة إنه في ثورة حصلت في مصر حاليا، الثورة أسقطت أركان أساسية من النظام، لكن النظام لم يسقط بعد، النظام له ذيوله تتحرك في كل المناصب وفي كل الاتجاهات،
لكن هناك قطاعات عديدة في مصر لم تفهم حتى الآن أن هناك ثورة حدثت. ربما كما قالت عبير الإعلام المصري الرسمي غيب العقول بصورة غير طبيعية، لدرجة أني أنا مثلا يعني حاليا موجود عند بيت أهلي في الهرم، يوم خطاب التنحي وتاني يوم الناس بتسألني هو مين اللي وحش ومين اللي كويس، هو مين الثوار. والله لسه لحد دلوقتي بالظبط لغايه دلوقتي الناس تايهه هو مين وحش ومين كويس. انتوا كانوا بيقولوا على بتوع التحرير الخونه العملاء بتوع ايران بتوع كذا، دلوقتي في التلفزيون المصري بيقولوا عليهم العظام الرائعين، والاهرام بتقول انتصرنا وبتقول الشعب اسقط النظام. في ويمكن ده مخوفني اكتر. انا مع احترامي لكل المؤيدين والمعارضين، الشخص اللي أيد الرئيس مبارك سواء خوفا سواء جبنا سواء مصلحة ما عنديش مشاكل يعني، واللي لسه مؤيده بحترم موقفه رغم اختلافي مع موقفه، لكن اللي أنا مش قادر أحترمه اللي غير مواقفه 180 درجة بصورة أنا عن نفسي مخوفاني، لأنه أنا شايف النظام بيلتف بذيوله من ناحية أخرى، مش عن طريق مهاجمة الثورة، عن طريق ركوب الثورة. الناس دي دلوقتي بتنفخ في شباب صغير، مع احترامي لكل شباب 25 يناير هم شباب رائع، هم اللي عملوا اللي فشل فيه كل قادة الأحزاب السياسية، لكن الشباب ده ما عندهوش خبرة. ممكن يضحك عليه بإني أجيب فلان في التلفزيون في قناة 2 3 وهو شاب صغير ما يعرفش حاجة، بيتنفخ يبقى بالونة، بعد أسبوع بيتهيأ له إن هو فعلا زعيم وإن هو في كذا. في حالة من النفاق أنا مش عجباني أبدا للثورة، مش عجباني. يعني أنا وصل الأمر يعني مع احترامي، رئيس مبارك كان رئيس لمصر 30 سنة، أنا كنت واحد ضده على خط مستقيم، وكنت بطالب بالإطاحة بالنظام المصري بكل وضوح، لكن إن التلفزيون المصري والصحف المصرية والإذاعة المصرية توصل انها من 3 ايام كانت بتمدح الرئيس وشايفاه كذا وكذا والنهارده تشتم فيه، ده غير مقبول. انا ما اقبلش حاليا انه اي حد يشتم في الرئيس مبارك. خلاص الرئيس مبارك مشكلتنا معاه ما كانتش كشخص، مشكلتنا كرئيس بيمثل نظام واحنا مش عاجبنا النظام. حاليا انه اشوف اساءات واهانات من التلفزيون المصري والصحف المصريه الرسميه الاهرام والاخبار ضد الرئيس مبارك بشتيمه باهانه، ده شيء يخوف، لان احنا الهدف ما كانش مصالح شخصية، الهدف كان انه في نظام محتاجين انه مصر تتغير. حالة النفاق بدأت بتلتف وبقت شيء خطير. المتحولون في الإعلام المصري بيمثلون تهديد مش بس للإعلام، تهديد للمجتمع المصري، لأن احنا عايزين نبني قيم جديدة بعيدة عن النفاق والكذب انه يجيبوا لنا حد تاني يلعبوا نفس اللعبة معاه ونبدأ من جديد. وهي انت شايف ان الغرب بقى متفاهم المسألة دي تماما؟ الغرب بيتكلم عن الثورة المصرية بإعجاب غير مسبوق. المنظر اللي حصل انه الشباب اللي طلع كان بيتعرض لتفتيش، وطبعا كل الاعلاميين والصحفيين الغربيين كانوا موجودين في التحرير وبيدخلوا بيتعرض لتفتيش صارم 5 أو 6 أو 7 مرات. ما كانش حد، يعني انا وصل بيا الامر ان كان معايا علم مصر، فالعلم ده عباره عن بلاستيكه صغيره وفيها الرايه، ففي مره شلت العلم وحطيته في الشنطه فماسك البلاستيكه فقالوا لا دي تعتبر سلاح، فقلت لهم سلاح ايه دي؟ بلاستيكه علم. فما حدش دخل باي سلاح. اتعرضوا شباب الفيسبوك وشباب الطبقه المتوسطه وفوق المتوسطه ومعاها الناس من كل التيارات، لانه برضو الثوره دي ما كانتش ثوره شباب بس، كان في تاريخ كبير من النضال ونقابه الصحفيين لعبت دور كبير فيه. تحرك النضال من سلالم النقابه الى كل انحاء مصر كلها. كان في شباب، في شيوخ، في مسلمين، في مسيحيين. من المناظر الرائعه اللي انا شفتها اني الاقي واحده منقبه وواحده مسيحيه بيحضنوا بعض وقاعدين بيضحكوا مع بعض. كان في ناس بتقعد في جامع عمر مكرم. بالظبط. اني الاقي حد ملتحي من السلفيين اللي هم معروفين في الاعلام ان هم متزمتين ومعاه مراته منقبه وبيرقصوا وبيغنوا على اغنيه بوب، اغنيه راب، اغنيه كذا عن الثوره، فعملت حاله من الالتفاف. وبالاضافه للموقف الرائع انه الثوره لم تستخدم العنف رغم قتل المئات منها. والجيش لو اتكلمت على الجيش هقول ان الجيش تصرف بذكاء غير مسبوق، نجح، وانا بركز تاني، نجح في ان يجبر على فعل ما يجب ان يفعله وبدون تفصيلات. الشيء الاخر انه تصرف بذكاء شديد وخلى العالم كله يتاكد انه بينفذ مطالب الناس، وحاليا كل شيء بيعمله بذكاء. انا عن نفسي لو خيرت او لو حد قال لي خد انت قرر ايه اللي بيحصل في مصر من ساعه التنحي حتى الان، مش هقدر اعمل اللي هم بيعملوه، لدرجه اني انا اتمنى انه تمهل شويه في الخطوات، لانه مصر
الثوره لم تنجح بالشكل اللي المصريين معتقدينه، لان العقليه المصريه والثقافه المصريه محتاجه وقت عشان تتغير، ومحتاجه تدريب، ومحتاجه توعيه، ومحتاجه الشباب اللي نجح في الثوره دي ما يحاولش يلعب في ألاعيب السياسه. صحيح، ويلتف حوالين حاجات مش موجوده، ويعمل لجان توعيه ثقافيه فنيه اجتماعيه رياضيه، يعني يغير ثقافه الشعب المصري. وهنا نرجع لنفس المشكله، الإعلام هو اللي بيعمل الثقافة. ثقافة مصر في الفترة اللي فاتت كانت سيئة جدا، وللأسف أنا مضطر أقول، والزميل عبير ما تزعلش مني، لا المنظر اللي أنا شفته أول امبارح في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين موقف مزري ومهين، والصحفيين محتاجين اعتذار من مجلس النقابة على اللي شفناه وعلى اللي حصل. كان في حالة من الهرجلة، كله بيصرخ، كله بيزعق، محدش بيمسك الميكروفون، حد يشد الميكروفون ويقطعه. الناس عايزة تتكلم، نوع من الدعاية الانتخابية اللي جاية، لأنه كله عارف إيه اللي هيحصل. في ناس خايفة الجمعية العمومية تاخد قرار بحل المجلس وحل النقيب. يا جماعة، مصر تغيرت، الثورة نجحت في مصر. للأسف الناس، مع احترامي لكل الأيديولوجيات، سواء كان حد ناصري، حد يساري، حد ليبرالي، حد شيوعي، حد كذا، مصر الآن تعالت فوق الشيوعية وفوق الليبرالية وفوق الإخوان وفوق كذا. الشباب المصري عمل درس لازم نتعلم منه، ولو ما تعلمناش منه هنلاقي نفسنا بنرجع بمصر ونضيع كل المنجزات اللي حصلت. يعني معنى كده أن الجمعية العمومية هل ممكن لو التأم أعضائها ممكن تسحب الثقة من مجلس النقابة؟ لا، هي مش سحب ثقة. هي في الحالة ديت طبعا الجمعية العمومية لها سلطة كل شيء. هي اللي بتجيب النقيب وهي المجلس. ده مثلث ليه 3 أضلاع، النقيب والمجلس، لكن القاعدة الأساسية هي الجمعية العمومية. يعني هذا عمل الطوعية واحنا بنأتي لخدمة زملائنا. يعني ده لازم نتعالى زي ما أستاذ وليد بيقول فعلا عن أي شيء شخصي، لأن هذه الثورة إذا لم تكن دخلت داخلنا بالفعل وغيرت من مفاهيمنا وغيرت من نظراتنا. يعني انا شفت في ميدان التحرير وفي اماكن اخرى، يعني انا التحقت بكذا مظاهره، رحت عند التلفزيون في المظاهره بتاعتهم، ورحت عند مجلس الشعب، واتحركت في شوارع القاهره. انا شفت شباب بيقف قدام عربيات، يعني والعربيات بتدهسه، وما كانش مهتم بحياته اللي هي اهم شيء في ملكيه الشخص. فمتهيالي ان مقعد في مجلس نقابه الصحفيين هو مقعد خدمي. يعني اعتقد ان هو شيء نقدر ان احنا نضعه جانبا ونمشي نسير في الجمعيه العموميه. عشان كده يعني خليني اتكلم بصراحه، انا زعلانه جدا من استاذ مكرم محمد احمد. استاذ مكرم محمد احمد قال رايه، وده حقه، وقدم مع يعني، لكن يعني بنختلف في الثوره، يعني بنختلف او بنتفق في رايه. لكن ان هو يبتدي يظهر في كل الفضائيات ويكرس لفكره، وقدم بعد كده اجازه مفتوحه، وهذا حقه ايضا، يعني ده حقه فعلا. لكن هو يقدم طول الوقت هذه الجمعيه العموميه التاريخيه المهمه في مسار نقابه الصحفيين والصحافه المصريه كصوره ان الناس هتسحب منه الثقه او لا. يعني ده نوع من شق وحده الصف. انا بربأ عليه ان هو في تاريخه الصحفي، ويعني ونحن نعلم ان هو كاتب صحفي كبير، ان هو يقصر الموضوع على هذا الشكل. نحن نتحدث امام ثوره كبيره، واذا كان هناك هذا الوضع اللي ظهر في يوم الاثنين اللي لازم نعتذر عنه، لان ده نوع من النقد الذاتي، يمكن عشان الوقت اتاخر وعشان تقاعس من السكرتير العام. وانا اسفه جدا يا استاذ حاتم يا زكريا، يعني ده تقاعس كبير من حضرتك في الدعوه للجمعيه العموميه. وفي النهايه احنا جينا كشباب للصحفيين وكعدد من كبار الصحفيين، وكل ده برسائل منا. في يوم واحد، يوم الحد، جالنا حوالي 900 شخص، نجح منهم 651 واحد انهم يوقعوا في كشوف الجمعيه العموميه، وهذا انتصار وهذا شيء جيد، وهذه هي الايجابيه الاساسيه بالنسبه لهذه الجمعيه العموميه. وليه ما نجحش الباقيين ان هم يوقعوا؟ عشان كان في محاولات لتخريب هذه الجمعيه قويه جدا، ويعلمها استاذ وليد ويعلمها الزملاء اللي كانوا موجودين في القاعه، واللي اضطرتنا ان احنا نخرج وندخل مره ثانيه بكارنيه، رافعين كارنيه النقابه المشتغلين عشان يبقى لنا حق التصويت. وان لرفع دفاتر النقابه لمده ساعه الا ربع لم اجد لها مبررا حقيقيا. نحن في النهايه امام وقفه حقيقيه. احنا عايزين ايه؟ الناس طبعا طبيعي انها تكون منفعله يا استاذ وليد، يعني طبيعي ان هم بينفعلوا، ويمكن ما كانش فيه الوقت ان احنا ندعي وكمان نضع البنود. ومعروف جدا بالنسبه لنقابه الصحفيين اللي هو ان اول مره ما بتنعقدش غير جمعيات العموميه بتاعه الانتخابات، هي اللي بتنعقد من نص وخاصه مع ظل العدد الكبير. نحن امام فرصه حقيقيه. الماده 35 من قانون نقابه الصحفيين بتقول ان الانعقاد مره ثانيه بالربع، وهي في الربع بتيجي. وانا واثقه جدا جدا على ثقه، وانا اتمنى ان تكونوا معايا على نفس الثقه، ان في هذه المره سياتي الصحفيين الى مقر
نقابتهم يوم 28 فبراير، يوم الاثنين 28 فبراير. واحنا وجهنا النهارده، واحنا مين؟ احنا لجنه من الجمعيه العموميه. انا عبيد السعدي عضو في الجمعيه العموميه، وده شرف ليا، وده المكان الوحيد اللي انا ما اقدرش اسيبه. قدمنا ده للسكرتير العام نقابه الصحفيين، اعتقد انك شايفه يا استاذ حاتم، وصل وموجود. والجمعيه العموميه الاولانيه صحيحه، ويعني احد الاشياء عشان بتقول النشر في الجرايد وعدم النشر وهذه الثغرات، انا تعبت فعلا بقالي 3 سنين، انا تعبانه مع حضرتك وتعبانه مع اخرين. ده اعلان، صوره من الاعلان ان دي اجتماع غير عادي لاعضاء الجمعيه العموميه للصحفيين، وان ده تم بناء على توجه نقابه الصحفيين الدعوه لزملاء اعضاء الجمعيه العموميه لاجتماع غير عادي في مقرها، وواجد ان هو قرار مجلس نقابه. وفي النهايه بيقول الزميل الاستاذ رئيس التحرير برجاء النشر وعليه ختم النقابه وعليه توقيع حضرتك. يعني هذه الجمعيه اللي عقدت هي جمعيه صحيحه ولم تعقد بالنصف، وهذا العدد كبير ما بيجيلكمش في الجمعيه العاديه، وانتوا عارفين كده كويس. وهيجي باذن الله العدد اللي احنا بنتكلم في حدود 1200 صحفي، واللي جمع 651 في يوم، وهم اكتر من كده، يقدر يجمع هذا العدد لو كان الساعة جاد 12 وتصدق النوايا. يبدأ من الساعة 12 التسجيل لهذه الجمعية العمومية. هذه الحالة الموجودة في المؤسسات الصحفية، وأنا استمعت للمناشدات والاتصالات التليفونية، وأنا أقدر أقول لحضرتك المزيد وأضيف لك المزيد. هناك حالة غليان في المؤسسات الصحفية. الآن انهار مجلس الشورى المزور الذي بني على التزوير، وكان هو ومجلس الشعب احد الاساس اللي مبقاش لا فينا مجلس اعلى للصحافه ولا مجلس الاعلى لجنه شؤون الاحزاب وكل أنا أطالب الآن هو يحتاج إلى رصاصة الرحمة. من فضلكم نطلق هذه الرصاصة الرحمة على المجلس الأعلى للصحافة، ونحاسبه ونحاسب السيد صفوت الشريف على هذه المخالفات الكبيرة اللي ارتكبها قبل كده سابقا في التلفزيون، واللي ارتكبها لاحقا في الصحافة، في صالح الصحافة ضد الصحافة القومية والحزبية والخاصة، ولا أستثني أحدا. ونحاسب هذا المجلس من حرق هذا المبنى بكل الملفات الموجودة فيه. هؤلاء ليسوا الثوار، هؤلاء بلطجية، وكان المطلوب إعدام هذه الأوراق. نريد صيغة جديدة بالنسبة للصحف، صيغة تجعل صحافة الشعب للشعب. أتصور أن الناس هتستجيب، أتصور أن الناس تعلم جيدا مقدار الجمعية العمومية، وأنا مستعدة. عايزين تقدموا قرار 100 أو غيره أو سحب الثقة، أنا ما عنديش أدنى مشكلة، وأعتقد يشاركني في ده بعض أعضاء المجلس، واحنا مستعدين. لان المصلحه العليا الان هي احنا عايزين نعمل اعلام جديد يتناسب مع ثوره محترمه جدا احترمنا العالم بسببها. وليد، انا مع الاستاذ عبير، بس عايز اقول ليه لازم جمعيه عموميه حاليا. الوضع اللي حصلت في مصر وضع تاريخي ولا يتكرر ولن يتكرر بسهوله. يجب أن تكون نقابة الصحفيين تعبر عن المجتمع المصري. المجتمع المصري الآن تغير بعد ثورة 25 يناير. الشباب أخذ دور رائع وأثبت نجاح في العالم كله، وباعتراف المؤلفين وعلى الصحفيين بقى أن يعني يقوموا بدورهم، يقوموا بدورهم وأن يساعدوا الشباب من ناحية. من ناحية تانية المؤسسات تعاني غليانا وانقلابات. يجب أن يكون نقابة الصحفيين هي الوعاء اللي يتعامل مع ده، ما يكونش رد فعل. شيء ثالث، الدولة الآن أو النظام الجديد يتشكل. هناك دستور خلال 10 أيام يجب أن يتغير. صحيح. هناك مؤسسات تلعب وتحاول أن بتحاول تحط رجل ليها في مكان. فالمفروض أن نقابة الصحفيين تكون موجودة، مش تستنى يوم 4 مارس وبعدها ب 14 يوم 18 مارس. إنها تاخد فرصتها وتاخد دورها وتعبر عن المجتمع المصري الحديث بشبابه بنسبة أكبر. ده أمنية. نتلقى الاقتراحات. عايزة أقول بس حاجة صغيرة جدا، هنتلقى الاقتراحات مكتوبة هذه المرة. من فضل جميع الزملاء انهم يقدموا اقتراحاتهم. احنا مش مذيعين، مش بنتكلم، احنا بنكتب اقتراحاتنا مكتوبة، وفي لجنة موجودة دائمة في النقابة لتلقي ده وصياغته المشاريع، قرارات نستطيع ان احنا نصوت عليها في جمعيتنا العمومية. وانت لو ليه في اي دور لاي زميل، في اي دور لاي عضو في مجلس نقابة الصحفيين، على انه على راسنا، موجودين معاكم احتراما وتقديرا لمسؤولية الصحفيين المصريين في الفترة القادمة والفترة الحالية والفترة أيضا السابقة. لازم يكون عندنا صحافة محترمة، لازم يكون عندنا إعلام محترم، لازم يكون عندنا مراجعة للنفس، لأن الحقيقة الوضع مش محتمل أي تأخير في هذا الإطار. عبير السعدي زميلتنا العزيزة عضو مجلس نقابة الصحفيين، لها كل الشكر والتقدير. الأستاذ وليد الشيخ مراسل المصري اليوم في ألمانيا، ورجل مطلع بالوضع العالمي وتغطية المؤسسات الإعلامية الدولية للوضع الداخلي. أعتقد أنه كان وجوده معنا ثري جدا، ليه وجهة نظر لابد أن تحترم وتقدر، وبالتالي احترامنا وتقديرنا احنا الثلاثه لما تم انجازه في ال10 ايام الاخيره. اخر حاجه
مقال لزميلنا محمد فاروق في صحيفة وشوشة كاتبه تحت عنوان ارحموا عزيز قوم زل. بيقول محمد فاروق: الرئيس يرقد الآن، الرئيس السابق يرقد الآن في غيبوبة أزعم أنها نفسية أكثر منها مرضية، غيبوبة انهزام وحزن وتاريخ يتم مسحه بأستيكة وبعض من وقفوا من قبل لرسمه بأقلامهم، غيبوبة ألم واحتقان لأنه لم يحقق أي حلم من الأحلام اللي عنده من المليارات وكرسي السلطة والانتخابات، لم يعد يملك حق الموت على تراب وطني. هذا هو الرئيس السابق، لم يعد يملك حق الموت على تراب وطني. ويا له من وجهة نظر محمد فاروق في صحيفة وشوشة، يا له من شرف لأي مصري أن يناله أن تموت على أرض وطنك. مبارك كان على أتم الاستعداد لمحاسبته أمام الجميع وتجميد كل ما يملكه مقابل أن تكون آخر نظراته في الحياة على تراب أرض مصر التي لم تعد من حقه الآن. مبارك المقاتل لا أعتقد من وجهة نظر محمد فاروق أنه سيصمد أمام تلك الغيبوبة النفسية، وأعتقد أنه قبل أن يدخلها ترجى من حوله أن يموت على أرض مصر. هي نفس الأرض التي رفع عليها العلم على طابة، وقف في أحد أيام مجده يستمع لكل من غنى له اخترناك و70 مليون فدائي. هذا الرجل لا يملك الآن حق أن يدفن إذا مات ويرحم إذا تقلل دوره أو تقزم دوره. بيقول محمد فاروق في الآخر: الجنة للشهداء، الشكر للثورة، والرحمة لعزيز قوم زل. الرحمة لعزيز قوم زل. لا يجد الرئيس مبارك السابق، الرئيس السابق حسني مبارك الآن أملا أن يدفن في بلده، فلترحموه. إذا كانت الرحمة جائزة، أن زي ما قالت عبير وزي ما قال وليد، بلاش الشتيمة وبلاش التشفي الشديد ده، نخف شوية. برضو في النهاية في دواليب وأسرار كانت موجودة هتفتح بعد كده، فرجاء نبعد عن التشفي، خلينا في النقد البناء اللي نستلهمه من ثورة 25 يناير لثورات قادمة، ثورة على الفساد، ثورة على الظلم، ثورة على الطغيان، ثورة على حاجات كتير احنا بنعاني منها في الفترة اللي فاتت. ربنا يسترها معاكم ومعانا. وبكرة معانا الأستاذة الكاتبة الصحفية سكينة السادات للتعليق والرد على ما جاء في كلام المهندس عبد الحكيم عبد الناصر امبارح معانا في هذا البرنامج. له منا كل التقدير والاحترام، ولها منا أيضا كل التقدير والاحترام، والعبير السعدي ووليد الشيخ كل التقدير والاحترام. ومصر دايما بخير بناسها طيبين وشعبها المحترم وبشبابها اللي نتمنى له كل الخير. وسلام عليكم.